بيحكي عمر الشريف إن كان بيدخن 100 سيجارة في اليوم لحد ما حصلت حاجة إلهية كده خلته حتى لما بيشوف السجاير بقى يبتدي يرجع ويتضايق جدا. يا ترى ايه الحاجة اللي حصلت؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعالوا بينا نبدأ الحكاية. في أحد لقاءات العالمي عمر الشريف على قناة دريم بيحكي إنه كان بيدخن 100 سيجارة في اليوم، وكان مستعد كمان إن يزود الجرعة، برغم كمان إن عدد كبير من الدكاترة اللي كانوا بيتابعوه قالوا له كفاية يا عمر كده، كفاية قوي، المفروض إنك تبطل سجاير أو تحاول تقللها قدر الإمكان. لكن ده عمر الشريف، واللي ما يعرفش عمر الشريف فدماغه ناشفة جدا وما بتلينش بسهولة، واللي مقتنع بيه واللي بيحبه بيعمله حتى لو كان بيضره. وفضل عمر الشريف يدخن 40 سنة يوميا 100 سيجارة. احسبوها انتوا بقى. المهم ان هو عنده 60 سنة وكان في مرة بيصور في المجر، تعب شديد جدا، وكان ساعتها لوحده مفيش حد يعرفه هناك الا طاقم العمل، ونايم في سريره ولا حول ولا قوة ولا قادر حتى يتكلم ولا يستغيث. بس اللي قدر يعمله ان فتح الشباك وقال: يا رب لو حيتني لحد الصبح انا هكون يعني شخص تاني خالص، هتغير تماما وهبطل السجاير. وبالفعل صحي الصبح لقى نفسه لسه عايش، شكر ربنا على اللي عمله معاه، وبعد كده قرب من سيجارة ومسكها كده بالراحة، لقى نفسه ايده بترتعش وكأنه بيتكهرب. بعد كده حاول انه يقربها تاني من شفايفه، وحس انه قعد تعبان جدا وبيرجع، وفضل يرجع كتير جدا جدا لحد ما جات له فوبيا من انه يمسك حتى السيجارة. ودي كانت معجزة إلهية اللي خلت عمر الشريف يبطل السجاير. وكتير من أصدقائه قالوا إنه كان في علاقة بينه وبين ربنا قوية جدا، يعني كان بيطلب من ربنا ويناجيه، وأحيانا كتير جدا كان ربنا بيحقق له كل اللي هو بيناجيه بيه. أصدقائه حكوا عنه وقالوا إنه كان كمان صريح جدا بشكل غير عادي، يعني لو في حد ما بيحبوش بيقول ما بحبوش حتى لو في وشه، ما بيهموش. وإنه كمان لو كان جعان بيقول أنا جعان، أنا نفسي آكل، ما كانش بيتكسف. وكان لما حد يتصل بيه لازم يرد عليه، وما ينفعش يهمل أي حد، وياخد ويدي مع أي حد في الكلام كأنه يعرفه من سنين. وهو ده العالمي عمر الشريف.